عليكم السلام. علوش البريك يمك صوت شوي. نعم. اكو صوتك ويمك وشوشه. يا شيخ من قتل الحسين؟ قتل الحسين يزيد واتباع يزيد، وممن مدحهم علمائك. ما انت تقول معاويه من قتل الحسين؟ في كتبكم الذي قتل الحسين الناس اللي مدحوهم علمائكم. في كتبك مش موجود اهل الكوفه الذي قتلوه؟ لان اهل الكوفه كانت تحت سلطه بن زياد. نعم اهل الكوفه كانوا تحت سلطه ابن زياد، اما القاده كلهم سجنوا. طيب وكيف تكفر معاويه وتتهمه بقتل الحسين؟ ما اتهمت معاويه بقتل الحسين. معاويه ما كان موجود في عهد الحسين. يزيد الذي قتل الحسين امر بقتل الحسين. دقيقه محفظ لك دقيقه بس. الله الى المطرجان. صوتك مو واضح اخونا، خلي صوتك يصير واضح. شباب شيروا لنا البث، لا تنسون ولايه الضامن مال الايتام ال80 بيت على ما يجي الاخر. دقيقه علوش، بس دقيقه علوش. لا تنسون اخوان بيوت الضامن للايتام اللي قاعد نبني بيهن 80 منزل ومسجد الزهراء ودار الحسن. اللي ما عنده تفاصيل اخر مقطع اليوم نشرته، صورت اليوم بالولايه الضامن اخر مقطع نشرته، شاهدوه. اللي يحب يتبرع من داخل وخارج العراق لبيوت الايتام اللي قاعد نبنيهن يراسل واتساب اللي هو 0 2 4 7 8 44 30 60 49. المال حق على الرقم خلي راسلني خاص. تفضل ضيفنا حبيبي. بقول لك في كتبك موجود انهم اهل الكوفه من قتل الحسين. اي انت تعرف اهل الكوفه منو كانوا؟ تريد اعطيك دليل منو هم؟ هم اهل العراق. لا مو العراق، اعطيني مجال. ادخل في كتاب، اسمع ادخل في كتابك شو اسمه الاحتجاج الجزء الثاني الصفحه من 29 الى 35 وتعرف من قتل الحسين في كتبك. يا اخي انت جاي تسال وتجاوب، يعني ما يصير انت تسال وانت تجاوب. لو انت تسال واحنا نجاوب لو خلص بعد تنزل. تفضل اكتب الماي. طبعا هؤلاء يقولون بما لا يعرفون. طبعا الذي اهل الكوفه كانوا اشياع ليزيد بذاك الوقت. وين؟ كما ورد في كتب السنه والشيعه. يزيد حينما ارسل له رساله قال يا اشياعي في الكوفه. يزيد له اتباع. تقول اعطيني دليل. اللي كان والي على الكوفه يميل للتشيع ويميل لاهل البيت، اسمه النعمان. السلطات لما انحست به بعدته ووضعت ابن زياد. شوفوا، يعني اي شيء يميل للتشيع يحارب ويزال من الحكم. زين، فالنعمان كان والي على الكوفه لانه يميل للتشيع، ووضعوا ابن زياد، ويزيد يخاطب أهل الكوفة بأشياعي. النقطة الأولى. الثانية، كل القيادات اللي الشيعية كلها في السجن. النقطة الثالثة، أتحدى أنا قائد واحد في معسكر الذي قاتل الحسين عراقي شيعي، كلهم مو عراقيين. ذي الجوشن، شمر، عمر بن سعد، كلهم ولادتهم حجاز والشام، حجاز والشام. وازيدكم بيت عمر بن سعد قائد الجيش الذي قاتل الحسين ممدوح في كتب اخواننا اهل السنه. يقول الامام احمد بن حنبل عمر بن سعد ثقه في نقل الروايات ولكنه قتل الحسين. تخيلوا، ثقه وبس قتل الحسين. يقول الامام الذهبي عمر بن سعد ثقه تابعي في نقل الأحاديث وقام بقتل الحسين. تخيلوا، 5 ممن شاركوا في قتل الحسين
ممدوحين في كتب إخواننا أهل السنة والجماعة. 5 قادة. اللي قطع خنصر الحسين ممدوح في كتب السنة. عمرو بن عبد الله الكندي الذي شك بنسب الحسين ممدوح في كتب السنة. كل القوات التي قاتلت الحسين ما بيهم واحد عراقي. أعطيكم بعد رواية. يقول كتاب أهل السنة والجماعة، كتاب المدينة لابن كثير، كتاب البداية والنهاية عفوا، وكتاب الطبري، يقول يوم تاسوعاء يوم تحوصرت خيام الحسين بخيل الشام. وأعطيك بعد الآن، تفضل معي. عمر بن سعد يقول كتاب تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني، يقول أحاديث عن عمر بن سعد رويت وهو تابعي ثقة. تخيلوا هذا في كتب السنة. هذا تفضلوا. تهذيب التهذيب للإمام الحافظ حجة الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، من أهم كتب السنة هذا. يقول أحاديث وروي الناس عنه وهو تابع ثقة، هو الذي قتل الحسين. كيف ثقة بمن يقتل الحسين؟ ممكن تجيب كيف يكون الرجل ثقة وهو قاتل الحسين؟ تفضل. لا توجد هذه عندنا. انت في كتبك ذكر ان من قتل انهم اهل العراق، اهل الكوفه وزين. اخي وناس تكتم. اذا ما راح تجاوب جواب علمي راح نكتمك. اخي العزيز، شنو ما توجد عندك؟ انت ما قارئ، انت رجل ما قارئ. دقيقه والله مما تجاوب جواب علمي انا كتمك، ما خليك تسولف لحد ما انزلك. الان كنت طلعت المصدر وطلعت الكتاب، واي واحد يقدر يمكم يكتب الكتاب، بس هذول لا يقرؤون، لا يعرفون شيء من الثقافه والعلم. في كتبهم اعطيتك الكتب والجزء والصفحه والمصادر. ان الذي قتل الحسين عمر بن سعد ممدوح في كتبك. الان رد علمي، لا تنفي شيء وانت لم تطلع عليه. لو سالتك ابن حجر منو ما راح تعرفه، لو سألتك النووي منو ما راح تعرفه. شلون انت تنفي امور وانت لم تعرفها اصلا؟ فحينما تجيب اخي العزيز جاوب جواب علمي. الله يبارك. اخر محاولة لك، اذا ما راح تجاوب جواب علمي راح تنزل ونصعد واحد غيرك مثقف اوعى منك علما. تفضل. انا ما اجيب لك كلام من راسي ولا كلام خطأ، انا اجيب لك من كتبك. وين الكتب؟ تفضل اعطيني شو اسم الكتاب. احتجاج الجزء الثاني من صفحة 29 إلى 35. كتاب شو اسمه؟ احتجاج من الجزء الثاني من صفحة 29 إلى 35. اكتم المايك. بس أنا إيدك تكرر كلمة سبحان الله سبحان الله وأنت كاتم المايك، ماشي؟ تسمعني ضيف؟ يعني اكتم المايك وتصيح بينك وبيننا سبحان الله. طيب اخونا العزيز تسمعني علوش؟ اسمعك كمل. يلا سبحان الله. لان لازم اجي احضر اراده اجيب انجيل، لان كتاب منين اجيبه؟ شو نايمي صندوق ونايمي هذا نقالات وقلاصات وقهوه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبوحا سبحان. الاحتجاج أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، من أعلام القرن السادس الهجري، دار ذو الجناحين. يا جزء يا صفحة. الجزء الثاني يا صفحة 29 إلى 35. الجزء الثاني. طيب انت تدري الجزء الثاني ما بصفحة 29؟ تدري لو ما تدري؟ هذا يم الجزء الثاني. هذا الجزء الثاني يكمل 263 يكملها الجزء الثاني. خلنا اطلعها لك. هذا كتاب الاحتجاج، هذا هو للإمام الطبرسي. هذا بدأ الجزء الثاني. الاحتجاج الجزء الثاني بدأ 263. وين صفحة 25؟
هذا الجزء الأول كله 262 وهذا الجزء الثاني بدأ. ممكن تجيب؟ يا أخي عندك حتى ابحث كتاب الاحتجاج من صفحة 29 إلى 35 وتحصلها. هذا أمامي، هذا أمامي. وين هذا الكتاب؟ أمامي يا أخي في كتبك كيف تبغى تخفيها وهي في كتبك؟ أنا ما أحدثك عن كتبي، عن كتبك كيف تخفيها وهي في كتبك موجودة. كل متابعينك 4700. اسمعني دقيقة، كل متابعينك مشاهدينك. دقيقة، اهدى. تقول لك في كتبك. طيب هاي كتبه جبتها، هو هذا. دقيقة تقول لك كتاب الاحتجاج. طيب هذا كتاب الاحتجاج هذا شنو هذا؟ الاحتجاج للإمام الطبرسي، عفوا للعلامة الطبرسي. طيب هذا يعني شو سوى؟ أنا ما جاي أعرف. قلت له في كتابك الجزء الثاني الصفحة 25، جبت الكتاب دورت ما لقيت 25. طيب شو سوى هسه؟ أنا ما جاي أعرف يعني شنو، شو سوي هذا الكتاب؟ قل لي شو سوي يعني. كيف شو تسوي؟ أعلمك على كتبك، موجود بكتبك، هذا موجود بكتبك في الجزء الثاني في الصفحة من 29 إلى 35. هذا دقيقة هذا باع بس اهدى عف العصبية. هذا مو هذا الطبرسي يبدي الجزء الأول، هذا الجزء الأول ينتهي لهنا. هذا باع الجزء الأول جيم 1، يعني الجزء الأول انتهى. تم الجزء الأول من كتاب الاحتجاج بحمد الله، انتهى الجزء الأول. بدأ الجزء الثاني يكمل هاك 263. هذا الجزء الثاني بدأ يكمل، ما بي 25. يعني شو سوى؟ أنا ما بي 25، هو صفحة 25 ما بي، صفحة 25 أو 29 بالجزء الأول. اسمع طب انت اقرا لنا الرواية. خليني اكمل لك يمكن مخطبط في كتابك. اسمع على خطبة زينب بعد مقتل الحسين ماذا قالت؟ دقيقة. انت الان عوف الكتاب هذا اليمي، اريدك تقرا ما ورد في الاحتجاج. اكيد يمكن تغلطان بالصفحة، هي موجودة لا نشك بنقلك، ربما موجودة ولكن يمكن بغير صفحة بغير باب، ماكو مشكلة. فاحنا نريد نسمع الكلام، إذا موجودة أكيد أنا مرة علي راح أقول لك موجودة أخونا والجواب عليها هكذا. تفضل اقرأ لنا في الاحتجاج شنو ورد. تفضل حبيبي. ما تعرف ماذا قالت زينب بالخطبة بعد مقتل؟ أنا راح أكتمك، لا تتهرب من كلام الاحتجاج، نخلص نقطة. لا تترس راسي مواضيع وتطفر من موضوع إلى موضوع وتضيع علينا الحوار العلمي. أخي العزيز أعطيني كلام الاحتجاج ننتهي منه ونذهب إلى كلام مولاتي زينب، وهم عندي رد علي وحدة جايك. وين ورد في الاحتجاج؟ شنو الكلام اللي ورد في الاحتجاج؟ تفضل. ورد الاحتجاج عن زينب عندما في الخطبة قالت من غدر بالحسين أنتم يا أهل الكوفة، وذلت أهل الكوفة وتكلمت عن أهل الكوفة أنكم أنتم من غدرتم بالحسين. تفضل اعطيني السند. تفضل. الو زين انا راح اخوان راح اسهل لك الموضوع. انا راح اسهل الموضوع. هذا الكلام اللي للسيدة زينب لو ثبت، انتبه جدا كلامي واضح، لو ثبت هذا الكلام متفق عليه عند السنة وعند الشيعة، انت تاخذ بيه؟ قل لي تاخذ بيه لو لا؟ اذا اتفقوا السنة والشيعة موجود هذا الكلام تاخذ بيه؟ الو نعم. عيد سؤالك. هذا الكلام اذا موجود، خلي بالك يمي ترى راح ننزلك، يعني جاي نسيلك وما قاعد تجاوب. لا تخلى. هذا الكلام للسيدة زينب. لو اتفق السنة لو اثبتنا لك السنة والشيعة بهذا الكلام موجود، تاخذ بيه؟ انت تاخذ بيه؟ تقر بيه؟ حبيبي لو موجود في كتبي ان من قتل الحسين انها معاوي بستقربه، لكن في كتبك موجود ان من قتل معاويه انهم اهل الكوفه، ليه ما تستقرب كتبك؟ ما سألتك عن معاويه. انا
ايش قاعد تتهرب؟ قاعد اسالك على كلام زينب عليها السلام، هذا الكلام اللي حكيته انت، اللي تقول يا اهل الكوفه يا اهل الغدر، لو طيب. ثبت موجود في كتب السنه والشيعه تاخذ به؟ ثبت في كتبك، انا حاورك من كتبك، لا تتدخل بالسنه. انا حاورك بكتبك. بس اسمعني، بس لا تتعصب، العصبيه ما تجيب نتيجه. خذ راحتك وقول اللي براسك، انا منتظرك. افهم كلامي، افهم. هذا الكلام اللي تفضلت به موجود عند الشيعه وموجود عند السنه، عربي اتكلم. هذا الكلام اللي حكاه الاخ موجود عند السنه وموجود عند الشيعه، تاخذ به وياي لو لا؟ اخذ به اذا موجود عندك ولا عندي، اخذ يعني انا قد كتبي ما عليك من انا اخذ كتبي، اخذ بكتبي، لكن كتبك ليش ما تاخذ به؟ ليش ما تاخذ بكتبك؟ ليش ما تاخذ بكتبك انت؟ اريد اخذ به انا، غير اريد اخذ به. طيب علمني كيف تاخذ به؟ انا راح اخذ به، انا راح اعلمك كيف من عيني. طيب خذ راحتك، طيب تكلم عادي، خذ راحتك تفضل. يلا اكتم المايك، طقه كتم. الاخ يخرف بما لا يعرف. اولا هذا الكلام اللي هو وارد عند السنه وعند الشيعه. طيب الكلام نفسه تذكر السيدة زينب عليها السلام انهم اعداء آل محمد. تخيلوا انهم اعداء وتقلهم انه مثلا شلون انه غر بكم يزيد، يعني السالفه يم يزيد، يعني ذول اتباع يزيد. النقطه الثانيه وين الطامه الكبرى؟ الاخ ياخذ بيه، اذا ياخذ بهذا الكلام راح تصير زينب عنده مشركه. ليش؟ لأن زينب بنفس الكلام تقول ومحمدا، ولا يجوز عند السنة أن تقول الاستنجاد بالأموات. فإذا أخذت به فتصبح زينب حسب القوانين اللي عندك مشركة كافرة مبتدعة، كما الرافضة يقولون وعلي ومحمدا. فالسيدة زينب بهذا الكلام نفسه قالت ومحمدا وحمزة وجعفر وعليا. كيف تأخذ بكلام وارد عندك؟ هذا وارد في كتبك، كيف تأخذ كلام فيه شرك وكفر وعندكم لا يجوز الاستنجاد بالأموات؟ نريد رد علمي بدون صياح. تفضل يا حبيبي يا استاذ علاء، انا ما اكلمك عن شرك وعندي، انا كلمتك هذا في كتب. شكرا. هالسنة تروح تنزل، بارك الله فيك، راح يبقى يلف ويدور. فالكلام هو البداية نفسيته هذا انه لاهل الكوفة اللي كانوا اشياع يزيد، ونحن بينا وقلنا رسالة يزيد جدا واضحة. هاي تفضلوا، يقول يا اتباع الله، يقول يزيد يا اشياعي الذين في الكوفة. هاي تفضل. وهذا كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير، يقول زينب خرجت وتندب وتقول يا محمد يا محمد صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء. شلون انتم تقولون نداء يا علي يا محمد كفر وشرك، وشلون نفس القضية السيدة زينب عندكم تنادي يا محمد؟ ما فهم شنو الوضع، شنو وضع؟ فهمونا. شاتهم تقولون يا علي يا محمد كفر شرك، شو طلعت السيدة زينب في كتبكم نفس الكلام تقول يا علي يا محمد؟ ما ادري. النقطة الثانية، يزيد هو ارسل كتابه، معروف كتاب يزيد يا اشياعي الذين في الكوفة، خلص انتهت بعد. يعني يزيد له اشياع في الكوفة ذيول، وخير دليل ابن زياد الوالي الذي على الكوفة من اتباع يزيد، شالوا النعمان وخلوا ابن زياد. اخواني هذول مسخره والله العلي العظيم مسخره، تكذب من الموضوع يطفر. هسه اعطانا كتاب ما اعطانا دليل، وانا اعرف الكلام هو وين وارد، ولو يعطيني بس الكلام انا اقول له وين وارد بيا كتاب. يخربطون علي
بالوثائق في النت، ويجي هنا عودك هو جايب دليل وينصدم امام قوقل الشيعه.